مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. سلم وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح يوم أمس 18 من سبتمبر رسالة من الرئيس سياس أفورقي إلى الرئيس اليمني السيد عبد رب منصور هادي تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد سلم وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح الرسالة إلى وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي، حيث توصل الجانبان في اللقاء إلى التأكيد بأن تعزيز العلاقات والتعاون بين إريتريا واليمن يعود بالمصلحة للمنطقة عامة والبلدين خاصة. وجه السمينار الذي عقد بشأن الرعاية الصحية في فرع السكان للدفع بأنشطة مكافحة الأمراض المعدية قبل حلول موسم الأمطار الشتوية. وحث مسؤول المركز الصحي في بلدة فرع الممرض من قست آب تولدي على العمل لمكافحة الملاريا المضر خاصة بالأمومة والطفولة واستخدام الناموسيات للحد من المرض. وأكد على النتائج الجيدة لنشر المؤسسات الصحية في كافة مناطق البلاد، مشددا على أهمية الارتقاء بالوعي الصحي للدفع بهذه الإنجازات الصحية. وقال مسؤول التنمية الاقتصادية في فرع السيد محمود عبد الله بأن على السكان إدراك أهمية التعبئة الصحية والمشاركة بفعالية في برامج مكافحة الأمراض. وأكد السكان استعدادهم للعمل من أجل إصحاح بيئتهم ودرء الأمراض التي تنتقل بسبب التلوث البيئي. أعرب سكان ضاحية داسة بمديرية بارنتو عن ارتياحهم للخدمات الاجتماعية التي يحصلون عليها. وقال السيد رمضان دقلل والسيدة فاطمة توتي والسيد علي جعفر أن إرساء الخدمات الاجتماعية مكن أبنائهم من تلقي التعليم داخل القرية والحصول على مياه الشرب الصالحة وخدمات الصحة والمواصلات. وأوضح مسؤول عيادة داسة السيد أمانويل إنو سموس أن وجود الخدمات الاجتماعية وخاصة العيادة يساهم في تطور المنطقة، مؤكدا على ارتفاع الوعي الصحي للسكان. وأشار مدير ضاحية داسة السيد عبد الله ماركو إلى أن مؤسسات الخدمات الاجتماعية التي أرسيت تأتي في إطار الجهود الحكومية لحصول المواطن على الخدمات، داعيا السكان الاستفادة المثلى من هذه المؤسسات. أحدثت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح أضرارا على المساكن والماشية والأشجار في كل من مديريات منصورة وعلي القاش ومقلو. وقد اقتلعت الأمطار الغزيرة التي هطلت لساعة ونصف يوم 17 من سبتمبر في بلدة منصورة اقتلعت ألواح الزنك من 4 فصول بالمدرسة المتوسطة ومكاتب إدارة المديرية، وأدت إلى انهيار 100 متر من سور المدرسة. كما تسببت الأمطار في انهيار 4 أكواخ عشبية ونفوق أكثر من 14 رأسا من الأقنام. وفي أوغارو بمديرية أعالي القاش دمرت الأمطار سور المدرسة المتوسطة في أوغارو و6 فصول دراسية ومساكن المعلمين وتدمير عدد كبير من الأشجار. كما اقتلعت الأمطار ألواح الزنك من 4 فصول في المدرسة الابتدائية في منطقة أردة بمديرية مقلو. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونعود إليكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا.